السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سوف نتكلم عن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا منذ مساء الخميس إلى الرباط بهدف إعادة الدفء للعلاقات بين البلدين، بين مزدوجتين. سوف نتكلم عن هذه الزيارة وما سبقتها من ردود أفعال وسائل الإعلام العالمية وأيضا الوطنية والمحلية. هذا إن صح التعبير، ونحمد الله تعالى عن هذا السنة، سوف نعتبرها سنة أفراح ومسرات وانتصارات، بحيث أن المغرب انتصر في المجال الدبلوماسي، انتصر في المجال الرياضي، وانتصر أيضا في المجال الاقتصادي بخروجه بأقل الأضرار من أزمة كورونا. وزير الخارجية ناصر بوريطة المغربي انتصر على ألمانيا، انتصر على إسبانيا، انتصر أيضا على فرنسا، وهذا ما سنتطرق إليه في موضوعنا لليوم. تقوم زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا منذ مساء الخميس بزيارة إلى العاصمة المغربية بالرباط بهدف إعادة الدفء للعلاقات المغربية الفرنسية بين مزدوجتين. هذا ما تقوله صحيفة فرانس 24 الفرنسية، والتي يسودها الفضول منذ أشهر بسبب قضايا عدة على رأسها مشكل تأشيرات وملف الصحراء المغربية. وتدخل هذه الزيارة أيضا في إطار تحضير لزيارة رئيس إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية مطلع العام المقبل، أي أن وزيرة الخارجية الفرنسية أتت إلى المغرب محملة بمجموعة من الملفات، منها ملفات التأشيرات ومنها ملف الصحراء المغربية، أي أن فرنسا تستعد كل الاستعداد لإعلان عن اعترافها بالصحراء المغربية كنظيرتها الإسبانية والألمانية والبلجيكية والدول الأوروبية والهولندية والعديد من الدول العظمى التي، ولا ننسى الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بالصحراء المغربي. هذا الانتصار الدبلوماسي جاء بعد الأفراح والأهاجيج والزغاريد وكل المسارات والأفراح التي أدخلها إلى قلوبنا المنتخب الوطني المغربي ببلوغه نصف نهائي كأس العالم وملاقاته للمنتخب الفرنسي. وأصر إيمانويل ماكرون في نهاية المقابلة إلى أن يدخل إلى مستودع الملابس الخاص بالمنتخب الوطني لمباركة لهم هذا الإنجاز وعن تقديمهم أداء مشرف أمام المنتخب الفرنسي العنيد والعتيد والذي يضم أقوى هجوم في العالم. إيمانويل ماكرون استقبله رئيس الجامعة المغربية فوزي القجع، وأعرب عن امتنانه وعن إشادته بأداء المنتخب الوطني. وفور انتهاء المقابلة اتصال هاتفي من الملك المغرب محمد بن السادس نصره الله إلى رئيس الدولة الفرنسية أو جمهورية فرنسية، وأبلغه عن أحر تهانيه لبلوغ منتخبه أو منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم. وقد تطرق إلى العديد من المواضيع، من بينها زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية إلى الرباط، والتي أعلن الجانب المغربي عن ارتياحه لهذه الزيارة، وأعرب أنه سوف تكون هناك مفاجآت في هذه الزيارة وأنها نتائج جد جيدة في لقاء بين الوزيرين الخارجية المغربية ووزيرة الخارجية الفرنسية. أعرب مصدر موثوق على أن الحزمة أو الملفات التي أتت بها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا على أن الصحراء المغربية هي أهم ملف في هذا كله، وأن التأشيرات قد عادت إلى طبيعتها، أن فرنسا تخلت عن تعنتها بشأن التأشيرات بخصوص جاليتنا المقيمة بفرنسا، وعلى أن المهاجرين سوف تسوء أوضاعهم. وفي أهم شيء في هذه الزيارة والتي يراقبها المغاربة عن كثب، وهي ملف الصحراء المغربية، وهو ملف حساس وملف ذو أهمية لدى المواطن المغربي. فرنسا أخيرا رضخت للضغوط المغربية وقررت على أنه سوف تعترف بالصحراء المغربية، وعلى أن فرنسا سوف تعلنها علانية أمام الصحف العالمية وأمام البرلمان وبإشادة وأمام دول العالم على أن الصحراء المغربية باعتراف وزير
أو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وهذا ما سيسبب السعار لجارتنا الشرقية التي لطالما خسرت أموالا ومليارات الدولارات على أن تتسبب في الفتن وتفرقة أو تقسيم بلادنا، إلا أنها دائما تبوء بالفشل محاولتها. هذا سيسبب لشنقريحة عدم النوم، ولا يكفيه أقراص النوم لكي ينام، بل يجب أن يزور الطبيب مجددا لكي يصف له دواء أكثر فعالية. وتبون هذه المرة لن يكون العشاء في الشيراتون، بل سيكون العزاء في الشيراتون. ترقبوا معنا مشاهدي الكرام عن ردة فعل الإعلام العسكري الجزائري، حيث سيصاب بالسعار وبداء جنون البقر.